كل العالم تحتفل بعيد الوطن، بس انا احتفالي يختلف. راح اخذكم بجولة بسيطة بهذا الفيديو الحمام الاكابر بتاريخ 10/3 يوم الجمعة. راح اخذكم احلى مكان اسبحكم بيه بس ب10,000 دينار. وهسه وصلنا حمام اكابر بغداد. تعالوا خلينا ندخل ونشوف. واول ما تدخل هذا اللي قبالك راح يستلم كل الامانات من بعد ما سلمت كل الامانات تتوجه الى المنزع. وهذا اللوكر راح تخلي بيه كل ملابسك، وهاي الساعة تقفلها بيه. واول شيء لازم تسويه بحمام اكابر بغداد الساونا الملحية. لازم يغرقك بالساونا الملحية بحيث يترك جسمك كله ملح. بعد ما تكمل الساونا الملحية لازم تتوجه بالدوش حتى يوقع كل الملح اللي بجسمك باقي. والفقرة الثانية لازم تسويها الساونا الجافة. هسه لازم نتوجه للبخاري. والفقرة الثالثة قلناها لكم الساونا البخارية، بحيث الساونا هاي البخارية ما راح تشوف اي شيء. ما ادري شلون صورت لكم وقدرت اجيب لكم لقطة. ومن تكمل الساونات اثنينهن لازم تجي للتشاكوز البارد. والفقرة الخامسة والاخيرة اللي هو التشاكوز الحار. هذا المي الحار راح يريح كل الاعصاب مال جسمك. بعد ما كملت كل الفقرات لازم تتوجه للسجاد تاخذ الصابونة والليفة. وبهذا المكان انت راح تليف روحك. بعد ما ليفت الروح وشفت الوضعية كل الصعبة اضطريت ان اخلي حمودي يليف لي ويكتني بهاي الطريقة. والدور حمود مو شايل فلشني تفلش. صحكم نصيحة، لازم تجيب وياك صاحبك حتى يليف لك. اذا مو صاحبك يليف لك هيك مرجوعة. مثل ما قلت لكم لازم تجيب صاحبك حتى يليف لك. وهذا كانن اسعار حمام اكابر بغداد. كانت هاي احلى سبحة بحياتي يا اخوان. انصحكم تجون كل اسبوع مرة، راح تفيدكم كلش.